شكرا. صالح الغوينم أحييك. مباراة كان فيها شد كبير يا صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. انا ودي صراحه اشكر اول شيء اداره النادي والجماهير الغاليه اللي حاضرت اليوم المباراه ذي صراحه وازرتنا. الحمد لله ما قصروا العيال وقدموا مستوى طيب اليوم. الحمد لله اهم شيء نفسنا في المستوى صراحه. لكن يمكن الحكم شوي ما النتيجة كانت تعادل. راضي عن التعادل صالح؟ والله بالنسبه للطرد يعني راضيين الحمد لله. الحمد لله. لكن ان شاء الله المباراه الجايه احسن ان شاء الله. عن الطرد، فيما يخص الطرد، تستاهل الطرد صالح؟ والله راح اسال فوده واسالوا الناس اللي تحلل الحكام صراحه. ما راح اتكلم لان حتى الفريق الثاني يعني يتكلمون وقالوا ان هذا الشيء ان الاحمر ما يستاهل احمر. هم بلسانهم راح مكلمين الحكم. لكن من اللي كلم الحكم؟ ما راح اتكلم والله ان في ناس تكلموا من لاعبين النصر وهم شايفين. لكن الحمد لله على كل حال. كان في شد يعني، شفنا اصابات كثيره في المباراه. ابراهيم شراحيلي، العنزي، ريان، والله احتكاك طبيعي. المباراة كانت مفتوحة يعني وكانت كلها هجمات مرتدة أكثر شيء، فشيء طبيعي أن تكون إصابات وفاولات كثيرة يعني في المباراة. شكرا صالح. الله يعطيك. شكرا صالح الغوينم. عبد الرحمن إلى جانب محمد صقور وتعبير تحت الهواء عن أحداث المباراة. محمد أحييك. نتيجة التعادل في البداية مرضية لكم كلاعبين؟ والله بالعكس، يمكن أنت عارف أول شيء الحمد لله على كيس، يمكن أخذنا نقطة وشفت الهجمات يعني اللي ضاعت لنا واللي علينا، يعني خاصة الشوط الأول سيدنا المباراة، والشوط الثاني يمكن قسمنا النصر، بس يمكن هجمات ضاعت يمكن سهلة، وزد زي ما تقول اللي زاد فيها ان النصر يبغى يكسب يعوض، واحنا نبغى نكسب يعني نبغى نطلع من جو الخسائر والتعادلات. محمد، الهدف في الدقيقة والنصف تقريبا يعتبر الأسرع حتى الآن في دوري زين جاءكم. لماذا لم يكن التعامل بشكل أفضل بعد أن كسبتم الهدف؟ أيضا جاء هدف التعديل من النصر مع نهاية الشوط الأول. حساباتكم بين الشوطين شنو كانت؟ والله يمكن زي ما قلت يمكن المدرب تكلم فيها خاصة قبل المباراة، يعني خاصة الضربات الثابتة يعني ما شاء الله لعيبة النصر يمتازون بالطول، وكلمهم يعني يمكن الهدف يجي في ثانية أو زي ما تقول في غلطة. فالحمد لله يمكن احنا استثمرنا البداية اللي كانت يعني بداية جيدة لنا في الدقيقة الأولى، وفي نفس الوقت التركيز خاننا في الدقائق الأخيرة. هذا في خط الدفاع تأثرتوا بخروج إبراهيم شراحيلي؟ والله اكيد يعني يمكن عارف من بدايه الموسم ما شاء الله يعني يمكن الخط الخلفي متناسق مع بعض، يمكن تغيير واحد او اثنين يعني في خروج ابراهيم يعني اثر علينا شوي، وخاصه كابتن حاتم يعطيه العافيه يمكن كان منقطع من جو المباريات، واليوم مؤدى ما شاء الله مستوى كويس، ويمكن زي ما تقول كسبنا نقطه وكسبنا حاتم. انت قريب من الاثنين يعني، لاعب في الرايد وسابقا في النصر، اكيد ان علاقتك مع اللعيبه يعني اللي حصل اليوم في المباراه يعني شفنا 3 لاعبين يخرجون للمستشفى، لماذا؟ والله شوف يمكن شد المباراة يعني يمكن المباراة كانت مشدودة قبل ما نلعب، يعني احنا نبغى نعوض التعادلات والخسائر اللي صارت لنا، والنصر يبغى يخرج من جو الهزيمة الوحدة زي ما تقول احنا نبغى نلحق في الترتيب، وبرضه نفس الكلام في النصر. اما بخصوص ريان بصراحة اني كان معك ها؟ والله معي، بس اني يعني يمكن ريان ما اخ وعزيز لدرجه يمكن ما تتصورها، يمكن البعض يقول اني تعمت او شيء، لا والله يعني حتى يوم طلع والله العظيم ما دريت انه طلع قسم بالله، ويوم قال لي يمكن سعد يوم نزل سعد شوف سعد تغير اني كلمني سعد يعني ماني في تركيز في الملعب مره يعني مع ريان، لكن اقول ما شفته ها؟ والله ما شفته، يمكن شفته يوم دخل سعد شفته في الاسعاف، وما اخفيك والله متاثر من يوم طلع، لكن الحمد لله على كل شيء. معليش والله طقك وطقك ها؟ والله تاسف له وش والله اخ وعزيز ريان، يبغى منك طقم اسنان هو الظاهر الحين قدام. يبشر بكل شيء والله اخ، وحتى ابو عمر يقول لي ايش فيك طقيته وكذا وانا زعلان عليه، قلت والله يا ابو عمر اني ما يعني انا طالع للكوره ابحث عنها وهو يبحث عنها، فاقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. شكرا وهنيك على هذه الروح. الله ان شاء الله ما يزعل عليك ريان. لا يا رب ان شاء الله. تسلم. شكرا حمد الصقور، متواصلون معكم. عبد الرحمن تفضل. شكرا لك زميلي عبد الله، جانبي كابتن محمد الخوجلي. محمد، مباراة اليوم فقط 1-1 ومجموع الاهداف، لكن انتم كلاعبين حاسين انه في مباراة كرة قدم يعني اليوم فنيا؟ والله الحمد والله صراحة انا اكون معك صادق، يعني اليوم كنا الحق بالفوز، فريق قدم مباراة كبيرة، قدرنا ان نسيطر على المباراة. النصر مهما كان فريق كبير يظل اسم النصر، هذا بحد ذاته يعني لابد انه يحترم، لابد انه يعامل معاملة الكبار. النصر حقيقة قدم مباراة جميلة، وايضا احنا قدمنا مباراة حلوة،
وهذه هي الكره، كنا نطمح اليوم ان نفوز لكن الله اراد. بس كابتن الكل تحدث انه المباراه يعني كان فيها نوعا ما حماس زائد عن اللزوم. طبيعي، المباراه كانت قويه بين فريقين كبار. الرائد اثبت انه فريق كبير قادم بقوه في دوري زيل هالسنه. نادي النصر برضه مهما كان الاوضاع اللي واجهها قبل المباراه والشحن النفسي اللي كان عليه نادي النصر، لابد في النهايه انه يحترم نادي النصر لاعبين، جماهير، اداره، كيان نادي النصر هذا بحد ذاته له احترامه خاص. قدرنا اليوم نقدم مباراه كبيره كنا الأحق فيها. كابتن بسألك سؤال قبل دخول في شيء حق لك، يعني سقوطك اليوم كابتن، طبعا عاده نعرف انه السقوط يا اما نتيجه اصابه او نتيجه احيانا اللاعب يضيع وقت. اول شيء ابغاك تجاوبني على الجزئيه هذه بعدين بسالك سؤال. صدقني انا كنت حاسس بكتفي بعد الافساد اللي حسبها على الكره اللي استقعدت في العارضه. كان لك سقوطين. كان حسيت بكتفي بس قدرت اني اتحامل عليها، لكن شعرت بالم وعادي، وفي حكم موجود يقدر انه يعوض الوقت الضايع. يعني ما هو مشكله، يعني خلاص، يعني يا ان نفوز ولا ان تزعل. كابتن يعني احمد دوخي اكيد نكفل لك حق الرد. احمد دوخي قال انه محمد الخوجلي دائما يحبذ السقوط في بين الخشبات الثلاث. يعني احمد الدوخي يظل اخ وعزيز علي مهما تكلم احمد الدوخي، في النهايه احنا اخوان. رغم الشيء اللي حصل من احمد الدوخي، تاكد انه هذه حساسيه الكره وهذا التوتر اللي كان فيها المباراه. طبيعي انه كل لاعب يعني ممكن يطلع منه اي شيء، لكن في النهايه انا اقول لاحمد وعبر قناتكم ان احمد الدوخي تظل انت اخ وعزيز على قلبي. جميل، شكرا. الله يسلمك. شكرا الكابتن. صار عندنا الطرد، يعني كويس، انت قدام فريق كبير، فريق نادي النصر، لكن الحمد لله قدمنا مباراة حلوة وكنا قريبين من الفوز. يعني جالنا فرصتين المفروض انها اهداف، لكن ما حالف الحظ اللاعب جواد اقدار، لكن ان شاء الله نحاول نعوضها بالمباراة القادمة. عبد اللطيف، احدهم يصرح يقول ان رئيس مجلس اداره نادينا يدخل معك مباشره كعضو شرف، انه يقول انه يحيد اعضاء الشرف من خلال شرائه او من خلال تكفله بجميع الاشياء الخاصه بنادي الرائد، حتى لا يجعل اعضاء الشرف لهم دور بارز. انت كعضو شرف نشاهدك دائما في الملاعب تلاحظ مثل هذا الشيء؟ بالعكس، انت تتكلم عن الاستاذ فهد، بالعكس يعطيه الف عافيه، واحنا كاعضاء شرف احنا اللي مقصرين مع اخونا فهد. وبالعكس يعني اتمنى كل اعضاء الشرف الرائديين انهم يتقربوا من النادي، يتقربوا من رئيس النادي، انهم يدعموا بالحضور، يدعموا بالمؤازره، يدعموا بالوقفه الماديه. وبالعكس يعطيه الف عافيه، واللي يتقرب من النادي يقرب من النادي. الاستاذ فهد قريب منا، وانا اقيس على نفسي، انا احضر المباريات واحاول اني اقدم الشيء القليل مقابل ما يقدم هو للنادي، ويعطيه الف عافيه. شكرا سابق. شكرا لك. شكرا للسابق. مثل هالمباريات شو نقول عنها؟ يعني اذا صار في 3 اصابات، مرتين يخرج سياره الاسعاف، كروت كثيره، اعتراضات كثيره على الحكام، تعتقد ان كره القدم تصبح ممتعه حينما تكون بهذا الشكل؟ لا ابدا، يعني احنا ما ودنا نتكلم عن التحكيم. يعني انا ودي اتكلم عن الامور الفنيه. الفريق انا ما قلت لك تحكيم كابتن، قلت لك اصابات واسعاف. يعني انت تجرني اني اتكلم عن التحكيم، يعني انا ما راح انت ابخص، يعني انت تقدر تتكلم عن فريقك. انا ما راح انزل واعطي لاعب يضرب متعمد بشكل، يعني صراحه ما يعطي المفروض يعطيه احمر بدل. انت تكلمت عن التحكيم. اقول لك يعني انا ما ودي اتكلم، انت تبغاني اتكلم عن التحكيم. حمد سكوري داخل 18 يتضرب، وش تبغى هذا؟ يعني ما انا لست حكم اقدر اسيطر على المباراه، يعني هو حكم هو اللي يقدر يسيطر على المباراه. لكن بشكل عام فنيا المباراه لا تستطيع ان تحكم عليها بمستوى. لا الفريق يعني كان خاصه الشوط الاول كان فريق كويس، ادى وطبقوا اللي طلب منهم المدرب. الشوط الثاني كان الفريق يعني اقرب للتسجيل، والدليل يعني فرص ضايعه حتى الطرد. جميل. كابتن، في ظل يعني النقطه التي تتحقق من امام فريق نادي النصر وفي ظل ظروف المباراه، يعتبر امر جيد؟ لا بالنسبه نادي النصر نادي كبير، لكن برضه الرائد نادي كبير، ويعني وعلى المستويات عطنا على المستويات الاخيره يعني يستحق 3 نقاط. شكرا. المباراه على ارضنا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا.